السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي ليكم جميعا. أهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: أخويا متجوز معانا في نفس البيت، متجوز واحدة صاحبتي وصاحبتي قوي انتمتي قوي. المهم هي معايا كويسة، مش هقول وحشة، بس من ساعة ما اتجوزت اخويا وهي اتغيرت. هي متجوزة بقالها 6 شهور، مفيش حمل ولا حاجة. اول ما اتجوزت ما عملوش شهر عسل، بس بتخرج على طول هي واخويا، وانا ساعات بخرج معاهم وساعات لا. المهم اخويا في العيد الكبير قال ان هو هيسافر، هو وهي يعني شرم الشيخ، يعوضوا شهر العسل اللي ما عملهوش. المهم قلت لها انا هاجي معاكي. صاحبتي بقى قالت لي لا، ده شهر العسل ده بتاعي انا واخوكي، واحنا هنسافر لوحدينا. طبعا انا نفسي اشوف شرم الشيخ، وقلت لها انا ما سافرتش وصلت ماما قالت له خد اختك معاك. قال لها يا ماما انا هرايح 4 ايام وانا ومراتي وبس، يعني انا عريس وبقضي شهر العسل، كفايه ان انا نزلت الشغل على طول بعد اسبوع من جوازي وما فسحتهاش ولا عملت لها فرح. ده يا دوبك انت شفتي كتبنا كتب الكتاب وقعدنا على كده، ما رحناش في حته. المهم قال لها ربنا يسهل. فوجئت اول يوم العيد بنتصل بيه: انت ما نزلتش تصلي ليه؟ قال انا في الطريق مسافر شرم الشيخ. اتضايقت جدا وبقيت اعيط، وبقيت متضايقه ان متغاظه منها ان هي سافرت وانا لا. المهم تاني يوم العيد صحابي يجولي، كان عندنا بقى بنتلم العيله كلها عندنا تاني يوم العيد. لما صحابي لقوني متضايقه فجم يقعدوا معايا شويه، وكان واحده صاحبتي اخوها فرحه 5 يوم العيد، بس عاملينها برضو عندهم عند العروسه على الضيق كده، ومش لاقيه حاجه تلبسها وهي على قدها والكلام ده كله. المهم ماما اما لقيت الدوشه واصحابي ياما واهلنا ياما في البيت، قالت لي خلاص خدي مفتاح شقه اخوكي. طبعا مرات اخويا ما تعرفش ان احنا لينا مفتاح تحت عندنا. اخدت المفتاح واخدت اصحابي وطلعنا. المهم اخويا عنده تكييف، شغلت التكييف وما كنتش اعرف ان اخويا يعني هو بيحط الخرطوم بتاع التكييف في ازازه، لما بتتملى بيدلقوا الميه وما فيش مزراب ولا اي حاجه في البلكونه. فمراته كانت مفضيه الازازه وكانت ما حطتش الخرطوم جواها. مفيش حد في البيت ومتوقعتش ان انا هطلع، وانا عمري ما جه في خيالي ان الخرطوم هيبهدل الدنيا. المهم شغلنا التكييف من اول ما طلعنا لغايه ما نزلنا، والتكييف بهدل البلكونه وملى الدنيا ميه، وما كانش فيه حاجه تصرف الميه دي، فالميه فضلت في البلكونه. المهم قعدت انا واصحابي وشغلنا الكاسيت والتلفزيون، واستعملنا المكياج بتاع مرات اخويا. وصاحبتي اللي فرح اخوها شافت البلوزه والطرحه، كانت مرات اخويا، ما كنتش اعرف ان هي محضراهم عشان تروح بيهم، عندها مناسبه يعني وهتروح بيهم لما ترجع. المهم فصاحبتي لما شافتهم قاستهم وقالت لي والنبي ما تسلفها لي من غير ما تعرف انا هروح واجي، انت عارفه ان الفرح رابع يوم وبسرعه وهي مش هتاخد بالها والكلام ده كله. المهم عطيتها بالطرحه وقلت لها خديها، هي تقدر تتكلم، احنا صحاب وصاحبتي برضو عارفاها وصحاب مع بعضهم. قالت لي يعني مش هعمل لك مشكله. قلت لها لا خديها، وكده كده لما تيجي احنا هنرجعها من غير ما هي تحس. المهم استعملنا مكياجها واستعملنا فتحنا الدولاب بتاعها، وكل واحده فينا اخدت بيجامه واللي اخدت كاش، وقعدنا نرقص وعملنا بيتزا وكنات وبسطرمه وكده في عندها في التلاجة. احنا جبنا الدقيق وعجلنا مكاننا. المهم وضبنا الشقه. اللي كشف موضوع التكييف. المهم نزلنا وكنا مبسوطين جدا. نزلنا ومشينا على كده. فمرات اخويا رجعوا 5 يوم، اللي المفروض صابح هيبقى 6 يوم المناسبة بتاعتها، وكان رابع يوم العيد فرح اخو صاحبتي. المهم صاحبتي جاية تجيب البلوزة و عندي يعني، ومرات اخويا طبعا ناموا تاني يوم، محدش حس بحاجه في البلكونه. فصحت الصبح بتفتح البلكونه لقيت الدنيا غرقانه ميه، فعرفت ان احنا كنا مشغلين التكييف. نزلت لماما تحت وقالت لها مين اللي كان في الشقه فوق. قالت لها ما فيش حد طلع الشقه. قالت لها لا كان في حد فوق وكان حد مشغل التكييف. فانا رديت عليها وقلت لها في ايه يا بت، ما انا اللي كنت قاعده فوق وكان معايا اصحابي وقعدنا فوق. قالت راحت مزعقه وقعدت تشتم وقعدت تقول لي انت مفكره نفسك ايه، ازاي تسمحي نفسك ان انت تطلعي شقتي. وانا رحت مزعقه معاها وقلت لها دي شقه اخويا اطلع في اي وقت. طلعت اتصلت باخويا واشتكت له، واخويا جه.
المهم اخويا فضل يقول لها المفروض كنتي لميتي حطيتي حتى الخرطوم في ازازه، انا مش معترض. هو مش قادر يتكلم طبعا عشان انا اخته وماما، فاحنا الاتنين جينا عليه وانا شايفه ان هي مكبره الموضوع. المهم جت بعد الظهر صاحبتي جابت البلوزه وعايزه اطلعها لها ومش عارفه اطلعها لها ازاي، وهي الفرح تاني يوم عماله تدور على البلوزه. راحت نازله وقالت لي كان في بلوزه على الكرسي والطرحه. قلت لها لا انا ما كانش فيها حاجه. قلت لها انا متاكده. قالت لي انا متاكده ان كان في بلوزه بتاعتي والطرحه مش موجودين في الدولاب. المهم رحت مطلعهم لها وقلت لها خدي، انا كنت بجربهم، كنت عايزه اشوفهم عليا، واديتهم لها. قلت لها انت مكبره الموضوع قوي. قالت لي البلوزه، طبعا البنت رشه برفان وما غسلتهاش، قالت لي البلوزه والطرحه دول كانوا فين؟ شافت صور صاحبتنا على الفيس وهي منزله الصور بالبلوزه والطرحه، وراحت نازله تاني واشتكت لاخويا وكلمته في التليفون وقالت له انا مش راجعه البيت تاني غير لما تجيب لي شقه بره، وغير لما تاخد المفتاح الشقه من عند امك وتغير الكالون وتجيب لي شقه بره، عشان حاجتي لو ضاعت منها حاجه دي اسمها قله ذوق وقله تربيه وقله ادب من اختك. انا ما رضيتش اطول معاهم في الكلام عشان خاطرك. انا مش راجعه البيت تاني غير لما تاخد موقف من امك واختك. المهم انا شايفه ان مرات اخويا مكبره الموضوع قوي، مقفره الحكايه قوي زياده عن اللزوم. وفيها ايه يعني اما نطلع نقعد في شقتها؟ انا ما كنتش اعرف ان الخرطوم هيبهدل الدنيا. وفيها ايه اما استعمل مكياجها؟ انا استعملت كل حاجة عادي على أساس إن هي مرات أخويا وبيت أخويا وإن هي صاحبتي، ومتوقعتش إن هي تكبر الموضوع ومقفورة الدنيا كده. واخويا امكانياته ما يجيبش شقه. انا غلطانه، انا شايفه نفسي مش غلطانه ان انا عملت كده، لان ده بيت اخويا ومن حقي اطلعه في اي وقت. هقول لك كلمتين، هو انت مش غلطانه، هو انت عايزه تتربي اساسا. في ناس هتهاجمني عشان على طول بيقولوا لي انت بتهاجمي الناس في ردودك. ده رايي، انا بقول رايي انا. انت عايزه تتربي، عارفه ليه؟ عشان انت شايفه نفسك اساسا مش عايزه تعترفي بغلطك. انت شايفه نفسك مش غلطانه، يعني انت عملتي الغلط وشايفه نفسك مش غلطانه، بتبرريه على اساس ان ده بيت اخوكي ودي صاحبتك. البيت مش بيت اخوكي، شقته شقه اخوكي، بس البيت بقى بيتهم هما الاتنين. يعني المفروض الاصول والدين بيقولك استأذني قبل ما تدخلي، مش عشان بيت اخوكي وعندكم المفتاح تدخلي في اي وقت ومسموح لك ان انت تدخلي البيت من غير ما تستأذني. مش معنى ان هي رفضت ان هي تاخدك معاها الخروجه او السفريه ان انت تدخلي بيتها وتستعملي حاجتها. وكمان يا ريتك قعدتي وبس، ده انت شحتي هدومها من غير ما تستأذني، استعملتي مكياجها من غير ما تستأذني. ما تهيأليش ان المكياج مكياج اخوكي ولا اللبس لبس اخوكي. البيت بيت اخوكي، وحتى لو كان بيت اخوكي المفروض تستأذني قبل ما تطلعي. معاكي تليفون اخويا او مرات اخويا زي ما بتقولي صاحبتي، ممكن نطلع نقعد شويه انا واصحابي وننزل، مش هنمد ايدنا على حاجه. يعني يا ريتك قعدتي بادب، ده انتي بهدلتي الدنيا وعملتي اكل واخدتي هدومها وكمان بتبجحي وشايفه نفسك مش غلطانه. الاصول والشرع والدين بيقولوا ان انتي غلطانه وعايزه تتربي. وازاي مامتك ما تقولكيش ان انت غلطانه وكمان بجاحه بتبجحي وتقولي انا ما اخدتش حاجه؟ وازاي تشحتي حاجه مش بتاعتك؟ ازاي اديتك الحق لنفسك، اديتي الحق لنفسك ان انت تستعملي كل حاجتها وتقولي بيت اخويا؟ يعني يا ريتك كمان انت استعملتيها لوحدك، ده انت استعملتي انت واصحابك، دي قله ذوق وقله ادب منك. المفروض بيت اخوكي مقفول، يعني بيت اخوكي ما يتفتحش غير لما مراته تيجي. مراته عندها حق، مش مقفره الموضوع ولا حاجه. لو امكانيات اخوكي تسمح ان هو يجيب شقه بره عشان يخلص منك ومن قله ادبك، صحاب انا وانتي صحاب على عيني وعلى راسي، بس في حدود للصحوبيه، في حدود للادب، في حدود لحرمه البيت اساسا. ممكن تكون سايبه حاجه كده حاجه كده، الله اعلم حد من صحابك يمد ايده على حاجه من غير استئذان زي ما شايفك انت بتعملي. صاحبتهم وطالعين تاخدوا حاجتها، لا ده مش اصول. انت غلطانه. والغلط الاكبر انك مش عايزه تعترفي انك غلطانه وشايفه ان كل ده عادي بالنسبه لك وان ده بيت اخوكي. لا، قبل ما يكون بيت اخوكي بقى في ست تانية مسؤوله عن البيت ده، وده بقى بيتها مع اخوكي، فلازم تستأذني الاول قبل ما تدخلي بيت اي حد، تستأذني منه الاول. لو مش موجود يبقى البيت ما يتفتحش وما تدخليش تاني اصلا.
مفيش حاجة اسمها بيت اخويا. اخوكي ده ليه زوجة، ليه شريكة حياة معاه في البيت، ولازم تستأذني وتعتذري منها، ولازم ترجعي مرات اخوكي وتروحي تستسمحيها، وتقطعي بقى موضوع الصحوبية تخليه على جنب ومرات اخويا على جنب. مش معنى ان هي تعمل كل حاجة عشان هي صاحبتي ان انا افرض نفسي على حياتها وابقى قليلة الذوق معاها، وكمان مش عاجبني ان هي بتزعق ولا ان هي بتحافظ على بيتها. انت كده بتخربي بيت اخوكي. ربنا يهديكي لنفسك ويجيلك ابن الحلال اللي ياخدك كده بعيد عن مرات اخوكي. مرات اخوكي صح وعندها حق، اطلعي من حياتهم وسيبيهم يعيشوا حياتهم مع بعض، وما تتدخليش في حياتهم تاني، وما تطلعيش عند اخوكي تاني. سيبيه يعيش هو ومراته في حالهم ويمشوا حياتهم زي ما هم عايزين. خلي صحوبيتك معاها على جنب زي ما قلتلك، وانتي غلطانة واعترفي بغلطك. ده رأيي انا. شوفي رأي الناس في الكومنتات هتقولك ايه. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. سلام عليكم.